جاي مع المغرب مشروب فنجان، والله انه مشروب فنجان. المنتخب الوطني المغربي تأهل نهائي كأس العرب باش يواجه الأردن بعد ما فاز على الإمارات ب3-0. أول حاجة فريق تري كومباكت تري سوليد، كيلعب كمجموعة متماسكة، وأهم حاجة كيدافع كفريق وكيهاجم كفريق. شفنا كيفاش التحولات كانت كتتم بواحد السرعة كبيرة وبأكبر عدد ممكن من اللاعبين. المترابطات تطوروا بزاف، في بعض اللحظات كنا كندافعوا ب8 اللاعبين وكنهاجموا ب6 ديال اللاعبين، ولا تريونغل كانوا في الماتش كامل. كلشي كان عارف شنو خصو يدير، امتى خصو يديرها وكيفاش خصو يديرها. وهاد التعليمات بطبيعه الحال موراها رجل واحد، طارق سكيتيوي، اللي كنعتبرو من احسن المدربين في لا جيستيون دي ماتش و دي كومبيتيسيون. المنتخبات اللي كيدربهم سكيتيوي دائما ما كيتطوروا بواحد الشكل كبير في البطولات، والماتش الاول كيبان لنا بحال غير معسكر اعدادي. فتحيه لطارق سكيتيوي اللي بين في جميع المسابقات اللي لعب على انه مدرب كبير. بو امبورت الوسائل اللي كتتاح ليه، فانه دائما كيحقق نتيجه ايجابيه. المباراه كانت متكامله من مجموعه من اللاعبين، ولكن ضروري ما ندويو على هاد الاسماء. اولهم انس باش لاعب اللي عنده واحد الذكاء كروي عالي جدا، وهذا الشيء كيبان لانه كيخلي كاع صحابو اللي كيلعبوا معاه مرتاحين وكيأديو بطريقه جيده. التحركات ديالو، لا بوليفالونس ديالو، وحتى الاختيارات اللي كياخذ دائما ما كتكون صائبه. وهو المسؤول على الحريه اللي كتعطينا واحد لا فيرسون ديال الحريمات ديال الجيش الملكي. ما يمكنش ندويو على الدفاع وما ندويوش على بن عبيد، الحارس اللي خرج ب4 ديال لي كلينشيت متتاليين. وشحال زوينين لي رولونس ديال بن عبيد، وشحال ممتعين لي باس اللي كيطلق بن عبيد. بن عبيد هو البروفيل اللي كيبغي غوارديولا في مانشستر سيتي. فاش كتعرف تجيري ليكيب ديالك فكتعرف تستخرج اهم نقاط القوه اللي عند حمد الله، واللي اليوم شفناها عن طريق كيفاش خرج الكره في الهدف الثاني وكيفاش عرف يتبلاصا في المكان المناسب في الوقت المناسب في الهدف الثالث. اما بالنسبه لي لا ريفيلاسيون ديال البطوله فهو بولكسوت، اللي بان انه هو واحد الظهير عالمي، ولا اعتقد ان الرجاء غيقدر يحافظ عليه من بعد هذه البطوله هذه. الان خصنا نعرفوا ان الاردن منتخب صعيب جدا، منتخب اللي هو نسخه متطابقه من المغرب، كيدافع جيد، خطير في الهجمات المرتده، وكيعرف يستغل انصاف الفرص. والاخطر من هذا عنده مدرب اللي حافظ المنتخب الوطني المغربي.